يدور رياض. يمشي النادي الاهلي عن طريق وليد سليمان. وليد سليمان يحاول يلعب الكره، يمشي سليمان يطول كوره وهدف التعادل للنادي الاهلي. قلت لك مباريات الكرات الثابته ويسجل بوتريكا. يسجل بوتريكا هدف التعادل للنادي الاهلي. التعادل المصري للنادي الاهلي. تقريبا في 10 دقائق لعب من الشوط الثاني يتعادل النادي الاهلي عن طريق زعيم بوتريكا. عن طريق بوتريكا يتعادل النادي الاهلي والمباراه تزداد اثاره في استاد القاهره. شوف يقص يقطع الطريق على القائم الاول ويحط كره بالراس، ممكن في اول هفوه لدفاع الترجي في المراقبه. هذه الكره والهفوات هو التعادل من بوتريكا 1-1 بين الترجي والاهلي. هنا الكره من وليد سليمان، شوف يطلع وحده مش معقول وين المتابعه وين الرقابه. خطا فادح وخطا كارثي والتعادل من النادي الاهلي عن طريق تريكا. هدف لهدف. الترجي يلزم يرجع يلعب وان المباراه ما زالت طويله. هذه هي كره قدم يعني، فما ممكن